سألها باستغراب: وشنو الطلب متاعك؟ باش نعرف إذا في الإمكان تنفيذه ولا لا. جاوبت بلهفة وثقة في النفس كأنه مطلب كفيل باش يشفي غليلها ويطفي نارها: نحب نحضر جنازة بابا كآخر طلب ليا، أحسبه رجاء ولا أمنية الوحدة بينها وبين الموت ساعات معدودة. نعرف اللي مش بيدك انتي الحل والربط، أما وصل اللي هو رجاء أخير لبنية باش تودع الدنيا. وبكيت بالشهقة، لكن شاكير غزل عليها كيف قتلوا اللي الأمر مش بيدو، وزادت عليها كلمة وصل اللي خليته يغلغل عليها. نفض كسوته ودار خارج، وبصوت قاسي قال لها: توا ننظروا في الأمر. خرج من بحذها ناقم على هالسلطة اللي خليته خاضع بهالطريقة المزرية، مجرد شخص ينفذ في الأوامر وكهو، وحتى رباطه بالعائلة المالكة ولا عائق وكبله. اللي مين اللي حلفوا بأنه يخدم هالبلاد ورؤسائه بأمانة وطاعة وصدق ولا بالحق خانقه، مع هند وصورتها الواهنة الهشة قدامه، ومع قلبه اللي يرعش على خاطرها تمنى أنه يتخلص ويتحلل من كل هالروابط والأيمان اللي قطعها. كان متوتر على أعصابه ومتردد بين أنه ينفذ التعليمات ولا يخالفها. توجه مباشرة للديوان الأمير محمد، طلب الإذن ودخل. محمد زاد ما كانش أحسن منه حال، كان لا هزته سماء ولا شيلته أرض، ماشي جاي من العصب اللي مكنه بعد اللي صار، موجوع على هالجمال اللي عشقه واللي باش يغيب من قدام نظره للأبد. يعصر في يديه ويعاود من الغل. صرف ديوانه في صح هالصباح وقعد يدادي وحده. تخلى عليه شاكير: أميرنا بنت المتهم المرحوم، جيتك في خصوصها. تلفت له عينيه تشعل غضب كابته من الصباح. شبيها شنو تحب زادة؟ كان متفهمه وفهم رد فعله وسبب الغيظ متاعه. هديوا أعصابكم أميرنا، السلطة تمالك للنفس ورباطة جأش قبل كل شيء. كحرله برغم إنه كان صديقه المقرب وعزيز عليه برشا. عاد مش انتي توا اللي باش تعلمني شنية متطلبات السلطة. وشاور له بيده بمعنى ازرب روحك هاتش عندك وفوتني، وكتف يديه وعطاه بالظهر. قول شبيها وبعد تفضل. شاكير قلبه كان معبي من عند ربي، تركه مات، استصغار واستنقاص متكرر من قيمته، زاد على ما بيه تصرف سيدنا توا معاه. كتم الحنق متاعه، كز على سنيه وضغط على صوابعه قريب باش يكسرهم. هي طالبة كرجاء أخير إنها تحضر جنازة بوها قبل تنفيذ الحكم فيها. محمد زاد فد من هالطلب، الطفلة بوها مات وهي تحكمت بالموت وما عندوش خيار آخر. حس اللي من باب الإنسانية من واجبه إنه ينفذ لها رغبتها، لكن خروجها قبل الحكم ومع الصبيحية وقدام عامة الشعب ممكن يقلب عليه الرأي العام، لأنه لأول مرة باش يتنفذ حكم في امرأة. هذاك عليه هو أقنع بوه باش يتم الأمر في سرية وبعيد على الأعين. تلفت له وقال له: لا، الطلب هذا بالذات مرفوض. خروجها في الجنازة باش يتسبلنا في برشا مشاكل احنا في غنى عنها. ادفنوا بوها من غير هي ما تحضر، ما ترجع لهاش وما تجاوبهاش. هزوا الميت الأهل وتموا المراسم وكهو. شاكير تصدم من كلامه وبهت وقعد يرجع في روحه وتهيؤاته. زعما غلط وقت مشى الباله انه محمد يكن احساس محبة تجاه هند؟ لا لا، شاكير طول عمره حدسه صحيح، وبرشا مرات شاف اللهفة في عينيه وهو يحكي عليها. حتى انت يا شاكير اش تخرف؟ على طول الزمان البي كان معروف بالأنانية، متبع مقولة نفسي نفسي ثم الطوفان، ووقت اللي جد الجد لازم يحط مصلحته هو فقط في الأولوية. يعني محمد مش باش يخالف ريبوه من أجل جرد واحدة من عامة الشعب، لا مشات ولا جات، ماتت ولا الله لا يردها، اش تسوى هي؟ المفيد إنه البي ما يغضبش على ولده ويعطي العرش لخوه ويحرمه هو منه. اللعبة لعبة كبيرة والزوالي ديما هو اللي يمشي في العفس يا شاكير. أما خسارتك يا محمد، هذا الشيخ اللي نستناو في بركته، نستناو في حكمك بفارغ الصبر، ومشى لبالنا إنك بي عادل. يا أخي طلعت كيفك كيف اللي قبلك. انقم عليه شاكير وغلغل. طفلة ما طلبت شيء غير إنها تحضر جنازة بوها وتودعوا المثواه الأخير. الظلم ما قالش بيه ربي، حرموها حتى من أبسط رغبة ليها وهي على قاب قوسين من نهاية. وهنا عربدت في داخله رغبة إنه يعصي الأوامر ويكسر الأحكام. لهنا قرر بينه وبين روحه إنه هند باش تحضر، ومن دون علم حد زادة، تحضر متخفية ومن بعيد، على الأقل يكون قدر يلبي لها هالطلب البسيط والأخير. مشيت أكد إنه تعمل اللازم الكل واستعد الموكب باش يخرج بالميت، وبعدها توجه لزنزانة هند. الخطة متاعه كانت إنه يخرجها ويعطيها برنوس تلبسه وتغطي راسها بطربوشه، وهكا حد ما هو باش يراها ولا باش ينجم يتعرف عليها. حس بالتسرع والانتفاع في قراره، وفي قرارة ذاته سمع صوت لوم وعتاب على هالتسرع، لكنه أصر إنه يسكت صوت العقل اللي فيه ويتبع أوامر قلبه فقط. وصل لزنزانة هند، مر الصبيحية باش يبعدوا ويخرجوا مع الجنازة. نفذوا الأمر من دون نقاش، وهو تخلل عندها، رملها البرنوس وقالها: البس وحذر روحك، شوية أخرى ونرجع لك باش تخرج مع الجنازة من غير ما يفيقوا بيك. قامت وهي تمسح في دموعها اللي وجهها لونه تشهب بيهم، وتبسمت له بفرحة. شدت البرنوس بيد ومدت يدها الأخرى، شدت شاكير من يده الممدودة بالبرنوس. يعيشك ويكثر خيرك.
صراحة مع لمستها لحنينة، أما فيسع ما تدارك روحه. ازرب نمشي نشوف اش عملوا ونرجع لك. خرج وخلاها واقفة تحاول تتقوى وتشد روحها. أقل ما تنجم تعملوا إنها تشيع جثمان بوها المثواه الأخير، تودعوا وترجع باش حتى هي تودع الدنيا من بعده، وهي راضية تماما وصابرة القضاء ربي. شكير خرج يزرب، تأكد فيسع من إتمام وجاهزية المراسم ورجع للزنزانة باش يخرجها، لكن بوصوله للباب يلقى 3 صبيحية أخرين غير اللي صرفهم هو بكري. ضيق عينيه وعقد حواجبه وهو يرى في هند واقفة من غادي والبرنوس في يدها وهي تسأل فيه بعينيها: اش تعملوا هوني؟ بعد ما حيوه 3 واحد منهم جاوبوا: سيدنا أمر باش نكثفوا الحراسة والمرافقة أثناء تنفيذ حكم الأعدام الليلة في نص الليل. صدمة قوية ترسمت في عينيه، تفكر المثل القايل: جاء يحبو تحت من يمرض. اللي خمم فيه هو القى محمد سابقه عليه بخطوة. مازال ما تكلمش والصباح يكمل: وسيدنا أمر إنه بعد الجنازة يتنفذ الحكم في المتهمة الليلة. شكير حس عروق مخه شي طرشقه من الغش، ضرب بساقه الأرض من الغل ودار راجع منين جاء. ما نجمش يشوف الهند ولا عينيها المليانة دموع وخيبة أمل تترجى فيه بيهم باش ينقذها ويهزها، أما ما باليد حيلة. انفض كسوته ومشى يزرب في خطواته اللي من قوتها عدها باش تنقب الرخام، قلبه معبي حقد ونقم على وضعه وعلى البي وأوامره المجحفة. هند بعد ما سمعت ورات كل شيء ترميت على القاعة تبكي بحرقة، بحقد كبير على محمد اللي كان السبب في كل شيء وكمل حرمها حتى من حضور دفينة بوها. قديش هانت عليها روحها وتمنيت لو جاب يدها إنها تقتل روحها وترتاح من عذابها. وصلت الجنازة لدار بو هند في موكب عظيم يفجع. خالتك حبيبة داخت بالوقت كي جاها الخبر، والبنات دخلوا في حالة هستيرية من البكاء. تمد الصندوق في وسط الدار مشوار وبعد تهز للدفينة. شكير خلى الوصية عند البنات وخرج مع موكب الجنازة، وبهكا تكون عائلة كاملة تحطمت. بو مات وبنتهم البكر في عداد المفقودين، ومصير مجهول يستنى في اللي بقى حي منهم في وسط مجتمع ما يرحمش، وظروف أكيد باش تكون قاسية وكاسحة عليهم، وهما نساء ما تعودوش بعيشة الخصاصة والذل والتمرميد. المرحوم كان موفر لهم عيشة كريمة وكان ستر وغطاء وصد حامي ليهم، وتوا هاو مشى وخلاهم فريسة لنوائب الدهر. حتى خالتك حبيبة بعد ما قعدت مقاطعة هند ما عطاهاش قلبها تسلم فيها، ومشيت تسأل عليها في القصر، لكن ما لقات لا حس ولا خبر عليها ولا تسلمت أمرها لربي. تموا أيام العزاء وزادوا نقلوا من هك الحومة، وهكا يكون أسدل الستار على عائلة عم فتحي اللي باش تواجه مصيرها المجهول. نرجع لهند توا. الوقت تعدى عليها ثقيل رزين، حاسة بمرارة وتعب، مع بدن فارغ ومهدود وفاقد لأي رغبة في الحياة. حتى البكاء ما عادش قادرة عليه، بكيت حتى عيات وتهدت وشاحت دموعها. قاعدة منزوية في تركينة سجنها، فين ركيبها وراسها بين يديها سندته على ساقيها المضمومين، مستسلمة لقضائها وقدرها، تستنى في وقت الحكم وقتاش يجي. الممر نقصت إضاءته حتى وليت شاحبة وباهتة. خيالات الشعلات كانت منعكسة على الحيوت وتتهيأ للي راها كأنها أشباح متحركة. ما فما كان صوت الريح اللي تولول البرة واصل لها، معاها مطرة قوية بعد ما كانت بدات برذاذ خفيف تطور في ساع القصف رعد تواصل لساعات، يتسمع كأنه تراشق ولا مفرقعات قوية. برق يلمع في قلب السماء، وهند غايبة على الوجود وضايعة، موجودة بدن بلا روح. فجأة تسمع في حس مزلاج الباب اللي زريت يوجع ويصم الوذنين بقدر الوجيعة اللي سكنت قلبها، وبعده حس متاع برشا ساقين تقرب وجاها صوت حازم وقوي: قوم اقف. مدت يدها تتعكز باش تسند روحها على الحيط، تحاول باش تقف وتنفذ الأمر من غير نقاش، لكنها ما نجمتش، كانت واهنة وضعفها واصل لأقصى حده. يديها ولاو يرعشوا ساقيها خاينينها، تهزت على الأرض شوية برك لكنها عاودت طاحت في القاعة بدن مهدود وكرش خاوية، ما ذقتش الزيد من درق قديش من نهار. طبيعي جدا باش بدنها يرخ وما تنجمش حتى تقف، لكن فيسع ما حست بدين قوية غليظة نشلتها ووقفتها بالقوة، ورباط أسود دار على راسها وغطالها عينيها حتى حجب عليها الرؤية تماما. واحد آخر كيفه تحط على فمها، كانت معمية ومكمة باش لا تتكلم ولا ترى حتى شيء. وكمل رباط ثالث دار بيديها الزوز، وجاتها لكزة موجعة في جنبها: امشي يلا. يدين خشينة كانت شدتها وتجر فيها بقوة وتعنت، وهي في استسلام كلي للقوة اللي تدفع فيها باش تتحرك. المشية طولت بحكم طول الممرات وتشعب دهاليز السجن، وأخيرا وصلوا لبرا ومعاه وصل حس ما النافورة لوذنيها. سبحان ربي، كي تغيب حاسة تقوى في بلاصتها حاسة أخرى. كيفاتو السقيفة سمعت حس أحسن تسهل، وبرد جامد الفحة حسته وصل حتى لعظامها، زادت شدته مع البلل اللي تسرب لبدنها من المطر، رغم اللي هي وقتها كانت هدات وولات تتنكت بالشوية. الليل قريب يتناصف وبالزهر كانت ليلة ظلام دحسة.
هند راكبة على الحصان يقود فيه واحد من الصبيحية من الجامو مع زوز عساكر آخرين ممتطين أحصنتهم. حس سنابك الخيل وحوافرها على الأرض تشق السكون الثقيل المحيط بيهم. هند كانت من شدة التعب والوجيعة اللي غلبتها وسرت في بدنها الكل تبكي من غير دموع، استنصفت كل قوتها وطاقتها. تسمع منها من بين فترة وفترة زفرات حارة متقطعة متاع بكاء لكن ما تراش دموع، وأقصى أنواع الوجيعة والألم تخليك تبكي بلاش حتى دمعة. حاسة ألم كبير يقطع فيها من داخل ومش منجمة تطاوقه. عينيها شاحت والوجيعة زايدة وتتقوى معاها. ثنية طويلت عليها تتلوى وتتعرج كأنها أفعى. ظهر الحصان يهز فيها وينفض وهي سارحة بمخها. هربت بتفكيرها للجنازة اللي تحرمت منها. تتخيل كيفاش راهم هزوه وحطوه في وسط الدار، وأمها كيفاش ملوحة على الصندوق تبكي وتترمى عليه، وأخواتها راهم دخلوا في حالة أخرى من الصدمة، وكيفاش دفنوه راهم غطاوه بالتراب وهي ما عادش باش تراه ولا تملي عينيها منه. أمها وأخواتها راهم حاطينها هي السبب وباش تموت منبوذة مكروهة وميمتها مش راضية عليها. تحب تبكي تحب تعيط لكنها ما تقدرش، شفايفها ترف من البكاء وعينيها تغيم بالدمعة لكنها ما تهبطش. في وسط هالغليان الكل والأفكار نقمة وحقد دفين كبروا ونماو في روحها بسرعة تجاه محمد. تتمنى لو جاء بيدها وجا هو قدامها توا كانت تاكله بسنيها وخلي يقتلوها من بعدها، ما عاد شي يهمها. زادتها المطر ببلالها برد على برد وتصفير الريح اللي قواه. ثنية توا ولات صعدة خاطر دخلوا في جبل مليان حجر وزلق، وجاها صوت عوائد ذيوبة من بعيد عرفت بيه اللي هما يمشيوا في جبل. بقاو طالعين حتى توقف حس حوافر الخيل وهي قلبها ولا يعزق من الخوف. عرفت اللي هي وصلت لنهايتها.